العالم كله مقلوب والناس عماله تلطم عند اسرائيل عشان لقوا كنز تاريخي هيهز مجره ضرب التبانه. تفتكروا لقوا مقبره الاسكندر الاكبر ولا لقوا عرش كليوباترا؟ لا، دول تقريبا لقوا زلطه. ايوه يا سيدي، بعد حفر 3 ايام متواصل في الجليل ومشروع مشترك متكلف بالشيء الفلاني بين المعهد الوطني للاثار وجامعه اريل بقياده عمنا الكبير ابو نفه مدير الحفريات اشياكون، وطلعوا لنا بقى يا معلم بالكشف الهائل ده. ركز بقى كده في الصوره كده. لا يا حبيبي، مش مناخير الولا، ركز في اللي في ايد الولا. يكونش مطلع الحته دي من مناخيره، البتاع اللي بتطلع دي تقعد تتكور وتترمي. عالم الاثار درور بن يوسف بيقول لك دي مش اي زلطه، ده حجر عقيق نيكولو. الرومان زمان كانوا بيعملوا بيه اختام، يعني من الاخر الحته دي كانت قريه اسمها كورازيم من 1500 سنه، من ايام الهيكل الثاني. مبروك يا فوزي، لقيته ختم رومانيا. طب خد بقى التقيل عشان تعرف مقامك يا بتاع اسرائيل. عارف يا واد يا ليشع يا ابو ضفاير، احنا عندنا جزيره في اسوان اسمها اليفانتين، فيها تمثال لعمك وعم بلدك وعم امك اسمه سونوسيرت الاول، منحوت في صخور الجزيره نفسها. فاحنا من كتر الاثار اللي عندنا مكسلين نطلعه، سايبين كده نصه طالع ونصه تحت الارض وسط البيوت عادي. يعني عادي جدا تلاقي واحد بيكلم بتوع طلبات ويقول لهم عنوانه عماره 4 الشقه اللي فوق كتف سونوسيرت الاول يمين. او واحده تطلب اوبر وتقول للسواق يا كابتن انا واقف عند ودن التمثال. اول ما تلمح الدقن الملكيه خش على طول، هتلاقيني طالعه لك من جوه ودنه. اثار بالهبل عندنا وبنعاملهم انهم من الشعب ومواطنين عادي، انما في الاخر عمال تلف حوالين نفسك وطالع لي بربور جايبه من مناخير الواد الصغير ده. الزلطه اللي انتوا فرحانين بيها دي حضرتك عارف طبعا هتحطها فين؟ في المتحف الخلفي بتاع طيبه قلبكم. حافظوا بقى على تاريخكم جوه المتحف، واقفل على الزلطه كويس وشيروها له.